السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. النهارده معايا اسعار جميع انواع الطيور. عايزه اقول لكم النهارده الجمعة 9 ديسمبر. النهارده اسعار الفراخ البيضة رفعت جدا جدا. يعني بصوا، في ارتفاع كمان الفترة اللي جاية، وما زلنا في سعر الكتكوت نازل في الارض. نبدأ كده ونسمي الله ونبدأ بسعر الكتكوت الابيض الاهالي النهارده اللي عامل جنيه. سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده عامل جنيه، وسعر كتكوت الشركات النهارده واللي بادئ من 2 جنيه. اما كتكوت البلدي المشعر النهارده 3 جنيه ونص. ساسو شفر النهارده 3 جنيه 75 قرش. بلدي حر النهارده 2 جنيه ونص، وساسو جيل تاني النهارده 2 جنيه ونص. رز فرزي برابر النهارده 4 جنيه، وفيومي 4 جنيه، ورزي على وشه النهارده 4 جنيه ونص، ورز فرز ديوك النهارده 5 جنيه. اما جميزه بيور النهارده عامل 5 جنيه، وجميزه البيض النهارده عامل 4 جنيه. الكتكوت الرومي النهارده الاسود عامل 22 جنيه، والبرونزي 22 ونص. بالنسبه لاسعار البط النهارده، وسعر كتكوت البط الار 41 النهارده عامل 17 جنيه ونص، والمسكوفي المسكوف الار 41 عامل 18، عامل 17 ونص. المولر المحلي النهارده عامل 17 جنيه. البيور النهارده عامل 12 جنيه، والشروفان عامل 8 جنيه، والبكيني العادة النهارده عامل 5 جنيه ونص. مع تنفيذ الابيض النهارده وتنفيذ الفراخ البيضاء النهارده، واللي طلعت ل 40 جنيه تنفيذ، وفي بعض الاماكن نفذوا النهارده 41 جنيه. يعني بتباع في المحلات النهارده المفروض 45 و46 جنيه للكيلو. طبعا في ارتفاع كمان الفتره اللي جايه، لان الاسهم كلها طالعه لفوق. كمان عايزه اقول لكم سعر الساسو النهارده 56 جنيه الكيلو، وبتباع في المحلات ب 60 جنيه. البلد الحر والبلد المشعر النهارده وتنفيذ 55 جنيه للكيلو، وبتباع في المحلات ب 60 جنيه. الفيوم النهارده 55 جنيه، وبتباع في المحلات ب 61 جنيه كمان. اما بالنسبه لاسعار البط النهارده، وسعر كيلو البط المسكوفي 55 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 60 جنيه. البط المولر النهارده و40 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 45 جنيه. البط البكيني النهارده او الفرنساوي و35 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 40 جنيه. كمان الاسعار البط كلها رفعت اهي. اسعار البط البلدي النهارده وتنفيذ 60 جنيه للكيلو، بتباع في المحلات ب 65 جنيه. يعني الاسعار كلها بدات ترفع. اسعار الطيور الكبيره كلها. اما الكتاكيت نازله طبعا مع بعد غلاء العلف اللي زاد امبارح واول بقاله 4 أو 5 ايام. كل يوم زياده في اسعار العلف، لحد ما بعض الاعلاف وصلت النهارده اسعارها ل 22,000 للطن. طيب، اسعار الارنب النهارده، وسعر تنفيذ الارنب النهارده 55 جنيه للكيلو، بتباع في المحلات ب 58 جنيه. الرومي الاسود النهارده تنفيذ 60 جنيه للكيلو، بتباع في المحلات ب 65 جنيه. الرومي الابيض النهارده تنفيذ 55، وبتباع في المحلات ب 60 جنيه. اما بالنسبه لاسعار البيض النهارده، وسعر طبق البيض اللي رفع النهارده، طبق البيض البلدي وصل 76 جنيه تنفيذ، وبتباع في المحلات ب 81 جنيه. اما طبق البيض الاحمر النهارده اللي رفع حوالي 3 جنيه، ووصل النهارده من 78 ل 79 جنيه، وبتباع في المحلات ب 84 جنيه، او للمستهلك ب 84 جنيه. اما البيض الابيض النهارده واللي وصل 76 جنيه، وبتباع في المحلات ب 81 جنيه. طبعا اسعار العلف وصلت ارتفاع مهول. يعني المفروض كان في تدخل من الدولة، او من وزير التموين، ان هو هيتدخل عشان يفك أزمة العلف وغلاء العلف، الغلاء الفاحش اللي ما شفناهوش في حياتنا قبل كده. لكن او اللي حصل كالتالي كده. الايام اللي فاتت رفعت اسعار الاعلاف، واقل سعر طن علف في مصر دلوقتي عامل 18900 جنيه. ده اقل سعر. لكن طبعا في بعض الاعلاف وصلت لحد 22000 و21500 جنيه. يعني كيلو العلف في بعض المصانع وصل ل 22 جنيه من على ارض المزرعه، من على ارض المصنع. فما بالك بقى للتجار او للبقالين اللي وصلوا سعر كيلو العلف او اقل سعر